فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. فحسنوا أخلاقكم عباد الله، حسنوا أخلاقكم عباد الله، تثقل موازينكم عند لقاء ربكم. فلا تحقرن من الأعمال شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالابتسامات إن كانت لله ثقلت في الميزان يوم الندامة والحسرات.